ما كنت متخيل بيوم من الأيام إنه الأهلاوية يعني يتخلون عني بهالطريقة هاي، لأنه أنا ضحيت كثير عشان الأهلي. يعني سنة 2016 17 18 19 20 يعني كثير عروض جتني ومغريات ورفضتها عشان الأهلي. وحتى بسنة من السنين يعني لما كنت ناوي أطلع من الأهلي، أجى النادي الأهلي كانوا بيعطوني نفس اللي معطوني الأندية الثانية. قلت لهم لا، أنا ما طلعت عشان الفلوس، أنا كان في سوء تفاهم والحين حليته، أنا خلوا عقدي مثل ما هو. فأنا ضحيت بشغلات كثير عشان النادي الأهلي، فما توقعت يعني إنه يستغنون عني بالطريقة هذه. يعني أقل شيء تكريم، أقل شيء أودع الجمهور النادي الأهلي يعني. لكن إنك تتركني بالنادي وتروح فجأة هيك يعني. أنا صراحة يعني سافر المعسكر فما كان اسمي موجود من ضمن القائمة، ما حدا كلمني، ما حد خبرني وين أتمرن أو أروح أجي. فأنا اتصلت على وكيلته له إيش الوضع عشان أعرف يعني أنا إيش أتصرف. فقال لي بشوف وأرد له خبر. وفي نفس الوقت كان العربي القطري عنده الرغبة في التعاقد معك كان ناطرين مني خبر. نعم. فأنا كلمت الكابتن يونس والأستاذ سعود إنه أنا خلينا نشوف النادي الأهلي، لما النادي الأهلي يرفض استمراريتي معاهم أنا هذيك الساعة معاكم، يعني ما راح فاض ولا نادي. يعني كنت صادق مع العرباوية، حتى في أندية كثير دخلوا علي قلت لهم لا، أنا أهلي أو العربي، ما راح أروح نادي ثاني. بالضبط، خلاص أنا كلمتي كلمة صراحة يعني. فلما الأهلي ما كان عندهم الرغبة أن يستمر معهم، خلاص عربي يعني. لكن كان في شوي يعني اللي مستحقات قديمة بالنادي الأهلي من 3 سنوات، يعني تنازلت عنها ومشيت صراحة. ما حبيت يعني لا تشتكي أو يعني ما أتخيل نفسي أن أشتكي عن النادي الأهلي، ما أتخيل نفسي يعني واضح أنه حبك للأهلي أبدي. يعني أنا أحب النادي الأهلي وجمهوره لو فضل علي، والنادي الأهلي فضل علي بعد الله. فمستحيل السعودية بشكل عام والرياضة السعودية والقائمين عن الرياضة السعودية لهم فضل علي بعد الله. يعني ناس استقبلوني وحضنوني 9 سنين يعني، فمستحيل. انت عرفت فترة عز فعلا هناك. لا صعب اني اروح اشتكي والله يعني. فانا خلاص استغنيت ومشيت. العقيد لقبوك العقيد، انت ما يصير العقيد ما يشتكي. يعني انا اذكر حتى